السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قصة جديدة وفي بارون جديد. باروننا لهذا اليوم ولهذه القصة هو إسماعيل زامبادا غارسيا، ويعرف أيضا باسم إلمايو، وولد في 1 يناير 1948. هو بارون مخدرات مكسيكي وزعيم كارتل سينالو، ومن أخطر تجار المخدرات المطلوبين أمنيا حول العالم. هيا بنا الآن لنتعرف عن حياة إسماعيل زامبادا غارسيا. ولد إسماعيل زامبادا في ولاية سينالو في المكسيك، وكان يعمل مزارع ويتمتع بمعرفة زراعية ونباتية واسعة النطاق. وقد بدأ حياته الإجرامية بتهريب بضعة كيلوغرامات من المخدرات في ذلك الوقت، ثم قام بزيادة إنتاجه للهيروين والماريخوانا، حتى ترأس زامبادا كارتل سينالو بالشراكة مع خواكين غوزمان لويرا المعروف باسم إل تشابو، حتى عام 2016 عندما تم القبض على إل تشابو. بعد ذلك تولى زامبادا القيادة الكاملة لكارتل سينالو، وقبل توليه قيادة كارتر سينالو شغل منصب المنسق اللوجستي لفصيلة زامبادا غارسيا في كارتر سينالو، الذي ساعد في تصدير الكوكايين والهيروين إلى شيكاغو والمدن الأمريكية الأخرى بواسطة القطارات والطائرات والسفن والغواصات عبر البحار. لقد أجرى زامبادا جراحة تجميلية لتغيير مظهره وللتحرك في جميع أنحاء المكسيك بحرية كاملة وعدم معرفة ملامحه السابقة. وظهر زامبادا على قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة، ويقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي للحصول على أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله. زامبادا مطلوب أيضا للنائب العام في المكسيك منذ عام 1998، وهناك مكافأة تبلغ 30 مليون يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله. والآن سنتعرف على كيف عين إسماعيل زامبادا زعيما لكارتر سينالو، حيث تعتبر مجتمع الاستخبارات الأمريكية كارتر سينالو أقوى منظمة لتهريب المخدرات في العالم. وفي عام 2011 وصفتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنها أقوى مجموعة للجريمة المنظمة في المكسيك. تعمل كارتر سينالو في المثلث الذهبي، ولاية سينالوا، درانغو، تشيواوا. تعد المنطقة منتجا رئيسيا للأفيون المكسيكي والماريجوانا. وفقا للنائب العام للولايات المتحدة، فإن كارتر سينالو كانت مسؤولة عن الاستيراد إلى الولايات المتحدة وتوزيع ما يقرب من 280 طنا من الكوكايين وكمية كبيرة من الهيروين بين عامي 1990 و 2008. وفقا للمركز القومي للمخابرات، فإن كارتر سينالو داخل الولايات المتحدة تشارك بشكل أساسي في توزيع الكوكايين والهيروين والميثامفيتامينات والماريجوانا والإكستازي، كما أنها المورد الأكبر للفينتانيل غير المشروع في أمريكا الشمالية. واعتبارا من عام 2017 تعد أكثر عصابات المخدرات نشاطا في تهريب المخدرات الغير المشروعة إلى الولايات المتحدة والاتجار بها، بعد إلقاء القبض على خواكين غوزمان. يرأس الكارتل الآن إسماعيل زامبادا غارسيا، المعروف أيضا باسم إلمايو، وسليمان الأمين المعروف أيضا باسم توريتو، وأبناء غوزمان ألفريدو غوزمان سالازار وإيفان أرشيفادو سالازار. والآن سأوافيكم عن خلفية الكارتل. بيدرو أفيليس بيريز كان رائد المخدرات في ولاية سينالو المكسيكية في أواخر الستينيات، وهو يعتبر الجيل الأول من مهربي المخدرات المكسيكيين الرئيسيين للماريوانا، الذي شهد ولادة تجار المخدرات المكسيكي على نطاق واسع. كما أنه استخدم الطائرات لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة
ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو الذي أسس في نهاية المطاف كارتر غوادرلاخا ألقى القبض عليه في عام 1989، وأثناء وجوده في السجن بقي واحدا من أكبر تجار المخدرات في المكسيك، حيث ظل على اتصال بمنظمته عبر الهاتف المحمول حتى تم نقله إلى سجن جديد يخضع لأقصى درجات الأمن. في التسعينيات في تلك المرحلة غادر أبناء أخيه أريلانو فيليكس وبدأوا منظمتهم الخاصة التي عرفت باسم كارتر تخوانا، في حين استمر إدارة كارتر سينالو من قبل هيكتور سالازار، أدريان غوميز غونزاليس، خواكين غوزمان لويرا، إل تشابو.